الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الوكا الصعيدي اللي هي بتتعمل بالباميه والشوربه زي ما انتم شايفين اهي. ان شاء الله الفيديو النهارده هيكون سهل قوي عليكم وما بياخدش وقت خالص على فكره، وزي ما انتم شايفين في الاخر بتطلعي بنتيجه جميله. زي ما انتم شايفين طبق الويكا اهو، وعايزه اقول لكم ان هي اكله خفيفه جدا، تقدري تعمليها مع الفراخ اللي بتبقى محشيه مثلا فريك، او فراخ محشيه رز، او ممكن تعمليها مع فراخ مشويه في الفرن كده. يعني بتبقى من الاكلات الخفيفه اللي هي ايه، ما بتتعبش وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت اهي زي ما انتم شايفين جميله. يلا بقى مع بعض نشوف هنعمل مقاديرنا ايه وطريقتنا النهارده ايه في الويكا. والمقادير اللي هنعمل بيها الويكا الصعيدي النهارده، اللي طبعا كلنا بنحبها، بس في ناس ما بتعرفهاش او ما بتعملهاش، فهنوريها لكم بقى عشان خاطر ايه تعرفوها وتبتدوا ايه تعملوها معانا. زي ما انتم شايفين انا معايا نص كيلو باميه اهوت. طبعا انت تكوني جايباها غسلاها ومنضفاها وشايله القمع اللي بيبقى ورا دوت كده، بس انا طبعا عندي مفرزاها في الثلاجه زي ما انتم شايفين جاهزه. فالمهم ان هي تكون يعني جاهزه ومغسوله ومتصفيه، ويكون معاكي شوربه. لازم يكون عندك شوربه لحمه بقى، شوربه فراخ، المهم يكون عندك ايه شوربه. وتجيبي بقى حله اهو، هتجيبي حله وتحطي بقى فيها الشوربه اللي عندك ديت اهي. انا دي شوربه فراخ اهي موجوده عندي، بتزيد عندي فبشيلها في التلاجة اهو. زي ما انتم شايفين ننزل بالنص كيلو باميه بتاعتنا في الحله زي ما انتم شايفين كده، وهنجيب مكعب ماجي زي ما انتم شايفين كده اهوت، بيخلي لنا الطعم جميل قوي. ونحطه ايه في قلبها، نهرسه كده او تحطيه زي ما هو، بس انا بحب ايه افتفته اهو واحطه عليها. ونروح بقى ايه نرفعها على النار بقى يا حبايبي، ونسيبها بقى ايه كده لما تستوي. خلاص هزودها برده شويه شوربه تاني اهو، بس هنروح بقى كده نرفعها على النار لغايه الويكه ما تستوي، وهوريكم نعمل ايه وهوريها لكم وهي مستويه عشان تعرفي السوا بتاعها بيبقى شكله ايه. يا بنات ادي باميه الويكه اهي، شايفين بصوا لونها اخضر زي ما هي ازاي، زي ما انتم شايفين. احنا يا دوبك بس بنسيبها اول ما تغلي على النار، نسيبها بالظبط تغلي دقيقتين اتنين، نروح طافين عليها ونسيبها بقى في الشوربه لحد ما تهدى زي ما انتم شايفين كده اهي. وبعد كده بقى بعد ما هديت هنجيب بقى الخلاط بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، وهننزل بقى ايه بالباميه الويكا اللي عندنا دي اهي عشان نضربها في الخلاط يا دوبك ضربتين اتنين. ثواني بس شويه اهي. ادي النص كيلو بقى بعد ما حطيناها في الخلاط اهي، هنغطيها اهو. نجيب بقى الخلاط بتاعنا وناخدها يا دوبك ضربتين اتنين، يعني ما تزوديش بقى وتقولي اضرب بقى وكده، لا ده هي ضربتين. بصوا ادي ضربه وادي التانية، خلاص كده اهي. بعد كده بقى زي ما انتم شايفين بعد ما ضربت الباميه الويكا في الخلاط، هاجي بقى احط الحله بتاعتي اللي انا كنت حاطه اللي عامله فيها كده، واحطها على النار واحط معلقه سمنه كده كبيره واجيب بقى ايه معلقه توم مهروس كبيره اهي زي ما انتم شايفين، معلقه توم كبيره اهي. نكمل بقى فيها لحد ايه ما تحمر معانا، نفضل كده نقلب لحد ما تحمر يا بنات. افضل اقلبها كده اهو لحد ما التومه بتاعتي تحمر. عايزه اقول لكم الويكا الصعيدي دي فظيعه، طعمها جميل جدا جدا جدا، ومن اخف الاكلات. تقدري تعمليها بقى جنب فراخ مشويه، جنب فراخ بالفريك. شايفين بصوا اول ما تديني اللون ده على طول انزل بقى بالايه بالباميه بتاعتي الويكا عليها. شايفين لونها اخضر وبناته جميله ازاي، شايفين اهو.
عايزه اقول لكم بقى ممكن مثلا لو عامله فراخ محشيه، حمام محشي، يعني بتتاكل جنب الحاجات بالذات اللي هي ايه بتبقى حاجات محشيه ديت، بتبقى جميله جدا وخفيفه جدا جدا وطعمها حلو قوي قوي. بصوا بقى انا بعد ما عملتها بقى اهو هبتدي بقى ايه انزل عليها، هبتدي انزل عليها بمعلقه فلفل اسمر كبيره اهو، معلقه كزبره ناشفه صغيره، وسنه كمون صغيره، يعني بصوا يعني ايه سنه كده، بصوا اهي حاجه بسيطه اللي نزلت فيها. خلاص ونقلبها بقى يا حبايبي، وهنسيبها بقى لحد ما تغلي كده على النار، واول ما تغلي كده غلوه نروح طافيين عليها. شايفين بصوا لونها وجمالها. هدوقها بقى كده عشان لو عايزه ملح بقى، عشان انا المفروض ان الشوربه فيها ملح اهي، يعني وعايزه سنه ملح صغيره اهي، سنه صغيره اهي، بصوا سنه بمعلقه صغننه خالص اهي اهي، ونقلبها ونسيبها بقى لحد ايه ما تبتدي تغلي معانا، نروح طافين عليها. وهو بقى يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين اهي غليت اهي، خلاص كده سبتها غليت غلوتين كده دقيقتين 3 على النار، هنطفي بقى عليها ونقدمها بقى. وادي بقى يا حبايبي الويكه الصعيدي بعد ما غرفناها بقى في الطبق اهي، ونقدمها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. يا رب تكون الوصفه النهارده سهله وجميله عليكم، واللي ما بيعرفش يعمل الويكه الصعيدي اهي وريتها لكم بطريقه سهله وما بتاخدش وقت خالص. ان شاء الله بقى تعجبكم الوصفه النهارده وكلكم يا رب تعملوها. مستنيه تعليقاتكم ومستنيه بقى ان شاء الله كده عجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك للفيديو وتعملوا لي سبسكرايب في القناه، وان شاء الله نتقابل في وصفه جديده من وصفات فهم.